تفاصيل صادمة جديدة تكشف دوافع انتقامية خلف فاجعة جريمة خيمون رشيد. كشفت التحقيقات الجارية في الجريمة المروعة التي شهدتها خيمون رشيد بمدينة الدار البيضاء عن معطيات جديدة تفند روايات الأول المنتشرة، مشيرة إلى أن الحادث يعود لخلافات شخصية وعاطفية حادة بين صاحب الوكالة لتحويل الأموال والمستخدمة السابقة لديه. من الثقة المطلقة إلى نهاية مأساوية تفيد المصادر أن الجاني 50 عاما كان يجمع بينه وبين الضحية ذات 29 سنة علاقة عاطفية تطورت إلى ثقة مهنية عمياء وصلت إلى حد تسجيل الوكالة التجارية باسمها الشخصي تعبيرا عن نية الارتباط بها رسميا، إلا أن مسار العلاقة انحرف فجأة بعد اكتشاف صاحب الوكالة وجود علاقة أخرى تجمع الشاب بشخص آخر أصغر سنا. استنادا إلى المعطيات المتوفرة يمكن تلخيص وقائع الجريمة في نقاط مواجهة أو نقاط التالية. جاءت المواجهة نجبة مناصرة حادة داخل الوكالة بعد إغلاق الأبواب بإحكام، وجاءت الاستغاثة تعالت صرخات الضحية إما دفع الجيران لإخطار السلطات الأمنية بشكل عاجل، وتم الاقتحام. عثرت القوات الأمنية فور الدخول على شاب فارقة الحياة بينما وجد المشتبه فيه في حالة صحية حرجة، نقل على إثرها للمستشفى تحت الحراسة المشددة.